بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تيجي نشوف بقى نعمل الهمبرجر ده عملته ازاي وحشيته ايه. بصوا انا عندي كيلو لحمة، عندي كوباية بقسماط ناعم، 3 معالق كاتشب، وعندي جبنة ميكس أو موتزاريلا بس اللي يعجبك، فلفل أسود وملح. عندي بقى البهارات دي رهيبة بقى، لما بتضيفها الهمبرجر بتعمل طعم حلو أوي. هنضيف بقى كوباية البقسماط. طبعا انت ممكن تضيفي بدل البقسماط ده فول صويا، بيبقى طعمه حلو جدا. الكيلو للكوباية بتبقى منقوعة، تضربيها في الكبة او في الخلاط لو ما عندكيش كبة، وبعد كده بتضيفيها للحمة. بس هي ما تنفعش للصبيان يا جماعة، فول الصويا ما ينفعش للصبيان. هحط بيضة، واضيف الكاتشب بتاعي، وهحط البهارات. خدوا بالكم، انا زي ما انا بقول لكم فول الصويا ما ينفعش للصبيان، انا عماله اعيد عليكم واكد عشان فعلا ما ينفعش خالص يعني. تقدروا تعملوا بحث على النت وتشوفوا يعني بنفسكم. فانا حطيت البقسماط ده بديل، او ممكن تطحني رز وتعملي اللي يعجبك. هعجنها بقى ببعضيها كده كويس عشان كل المقادير تتجانس مع بعض. لحد البقسماط ده ولا اي حاجه تبقى باينه، مفيش حاجه تبقى باينه قدامي غير اللحمه بس. هبتدي اشكلها بقى كده، اعملها شبه الكوره شويه، بعد كده اضغط عليها واقوم جايبه الجبنه الميكس دي، اقوم حشيها. ممكن تحشي موتزاريلا بس، ممكن تحشي شيدر بس، ممكن تحشي جبنه رومي بس انا حابه الميكس. وايه احاول المها على بعضها كده زي البقجه. انا بحب الجبنه اعملها كده في قلب الهمبرجر، بدل ما اعملها من فوق في الساندوتش كده. انا بحبها كده، بيبقى بتدي اللحمه طعم يعني. وابتدي ادورها تاني شبه الكوره، اهي كوره. وعلى قد ما اقدر اخلي الجبنه دي مش باينه، على قد ما اقدر احاول يعني، عشان وانت بتعملي همبرجر ما يتحرقش منك. واضغط عليها واسوي شكلها على قد ما اقدر برضه، عشان يديكي شكل القرص بتاع الهمبرجر اللي انت بتشتريه من بره. جربوا اعمليها في البيت والله هتطلع احلى من بره. واعملي طبعا الحجم اللي انت ايه على حسب الكايزر اللي عندك. والله يا جماعه جربوها، انضف واحسن وبنفس طعم بره. يعني بصي شو، احنا طبعا كلنا عارفين احنا بنجيب السندوتش الهمبرجر الواحد من بره المطاعم الجاهزه بكام، وما نضمنش اصلا هم حتى عاملينه ازاي ولا حاطين فيه ايه. ادورها كده، واقتصاديه والله يعني. احنا لو حسبنا السندوتش من بره بكام وانتي عملتي ده كله بكام، يعني هتلاقيه بتمن سندوتشين بس من اللي بره. وازود الطروف بتاعتها كده، بس مفيش اسهل من كده. وزي ما قلت لكم بحاول ايه اخلي الجبنه ما تطلعش بره خالص يعني على قد ما اقدر. اهي اعمل واحده كمان معاكم اهي. انا بدورها كوره كده، وبعد كده اضغط تاني واجيب بقى الجبنه احطها في النص بالظبط، والم عليها اللحمه من بره. المها كده كده اهي، الم لغايه ما تبقاش باينه، وارجع اعملها كوره تاني. كوره، وبعد كده اضغط واظبط من بره بس كده اهي.
بحاول برضه ادخل الجبنة كده اللي طلعت مني دي، بس اعملهم كلهم بقى. هنا بقى دي عندي طاسة كده، ممكن بقى تعملي زبدة، زيت اللي يريحك، وابتدي ارصهم على نار عالية. مجرد ما تاخد شكل، عشان مش عايزة تنزل مية، مجرد ما تاخد شكل لون بس او موطية، ويتحمر مثلا اللون ده او مقلبة بقى. بصي هي مش هتلزق ولا اي حاجة، بس على نار عالية. ومكانها بقى انا عملت جبت بصل. انا مش بحب احط ني في السندوتشات. في مكانها انا حاطه هنا سمنه يا جماعه مش زيت، بس اللي حابب حاجه يعملها. انا هدبل في البصل ده مش هحمره، عشان انا ولادي مش بيحبوا ني، فهخلي بيدي هدبله بس كده، دي طعم كرمله هيبقى طعمه حلو يعني. هفضل اقلب فيه برضه عشان ما يلسعش مني كده. انا ولا حطيت عليه ملح ولا اي حاجه، مش عايزه اغير طعمه، انا عايزاه يدبل معايا وبس. مكانها عشان يبقى واخد طعم اللحم. بس هو كده خلاص دبل معايا وبقى تمام. تيجي بقى اجيب طبق واشيله اهو، واخد لون دهبي على خفيف خالص، شايفين؟ مكانه بقى هعمل هجيب الكايزر بتاعي، فتحته، دي زبدة مش زيت. الكايزر بتاعي وفتحاه، وهبتدي اللي انا احط مكانه كده. انا مش هحمره برضو، ده هو سنة خفيفة. بصوا اهو، بصوا يعني سنة خفيفة كده على النار، شايفينها؟ احط قطاية، احط فوقيها الهمبرجر، احط كان الكاتشب زي ما بتحبي، واحط عليه بقى الكابوتشا. بس بصوا يا جماعة، الكيلو عمل لي كمية محترمة، وبالجبنة جوه بقى، مش عايزة اقولك الريحة والطعم عامل ازاي والله العظيم. انا كنت نسيت اجيب البصل، فهجيبه وابتدي انضف اهو. يعني كده احط عليها بقى شوية بصل، احط الكاتشب، احط الكابوتشا اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم كلكم. جربوا، مش بصوا انا مش حرقه يا دوبك سنه كده على النار. التحميصه دي بتدي طعم حلو قوي. جربوا الهمبرجر بطريقتي هيعجبكم. واحط خس كابوتشا بس. بعمل الهمبرجر اللي يشبك يجرب. لو عجب الفيديو بتاعي اعملوا لايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.